أحبائنا المشاهدين، كل سنة وانتم طيبين وأهلا بيكم معانا وبرنامج أوبرا القاهرة وحلقة جديدة من خلال هذا البرنامج. أحبائنا المشاهدين، أهلا بيكم معانا وحلقة خاصة بمناسبة عيد الحب وبرنامج أوبرا القاهرة. ومن سوريا معانا النهارده مدام لما، اهلا بيكي معانا، سعداء بوجودك. اهلا وسهلا، ميرسي كتير. لما قولي لي، اول جايه مصر ليه؟ صراحة جاية سياحة وجاي أشوف أخوي وخالي هون كمان. بصراحة سمعت كتير عن مصر قديش صارت حلوة بآخر فترة، وفعلا بتجنن بتجنن. ف يعني قلت يلا اتس جود تايم، هلا الطقس حلو، يلا خليني أجي لي كم أسبوع. جاي لحالي، يعني جوزي وولادي بكندا وجاي لحالي. جميل. طب ايه الاماكن اللي انت بتحبي تزوريها في مصر؟ واضح ان دي مش اول زياره. لا مو أول مرة، آخر مرة جيت على مصر كانت تقريبا 2005، يعني من 20 سنة. ف it was like totally changed، كتير كتير مختلفة. هلا أنا بحب الأماكن، يعني خان الخليلي، قصر عابدين، الأماكن القديمة الأثرية. رحت على أرض الديانات، رحت على خان الخليلي، الحسين، مشينا فيها. طبعا الأماكن الجديدة كتير حلوة، يعني رحنا على التجمع ومدينتي والرحاب والمولات اللي بتجنن. بس أنا personally بفضل الأماكن الصغيرة، الزمالك، الكافيات اللي فيها الصغيرة، المطاعم التراديشنال اللي فيها ديكوريشن هيك كوزي وحلو. أنا هدول كتير بحبهم. دار الاوبرا بالنسبه لك بتمثل ايه؟ أنا لما جيت لهون، لما دخلت حسيت حالي literally انتقلت بالزمن، يعني شالوني من الوقت اللي أنا هلأ فيه ورجعت على العصر القديم. طلعنا شفنا المتحف فوق تبع عبد الوهاب، يعني حاجة رهيبة، وسمعنا الآلات الموسيقية، شفنا المتحف الآلات الموسيقية بتجنن. كتير إحساس حلو إنه الواحد يقدر يعيش هاي اللحظات بهذا المكان اللي فعلا رائع، ديكوريشن بياخد العقل بهذا الوقت. بتحبي الاصوات المصريه والاغاني المصريه؟ طب يعني انا بحب الاشياء صراحه القديمه، هذا الاشياء الجديده اللي رقصوا هيك اوكي لها وقتها، بس يعني ما بس مثلا انا بالسياره ما رح اسمع هيك شيء. بحب اسمع الاشياء القديمه، ام كلثوم، محمد عبد الوهاب، يعني هيك اشياء عيد الحب بالنسبه لك بيمثل ايه؟ انا كل يوم عندي عيد حب. بس يعني للاسف انه انا جوزي ما معي هلا، ف يعني بعاد شوي عن بعض بهذا الوقت. بس it was a very good timing انه انا اجيت بهذا الوقت وكان في هي الحفله هلا. بتقولي ايه لكل الناس النهارده عن الحب؟ الحب كتير حلو، وبيعمل بيعمل كل شيء إيجابي. لما الواحد بيكون هو بيحب حاله وبيحب اللي حواليه، بيعطي طاقة إيجابية وبيعطي راحة لكل اللي حواليه، وبيكون الواحد دائما، يعني الحب هو عطاء بالنهاية. فلما الواحد بيكون هو محب دائما بيعطي. بتمنى لك تستمتعي معانا بعيد الحب، وبتمنى تستمتعي بكل لحظة ليكي على أرض مصر. بشكرك جدا ونورتين حبيبتي، شكرا كثير كثير، ميرسي لكم، وميرسي اصلا للي عاملين هذا المكان واللي عم بيديروا بالهم عليه، لانه عن جد اتس فيري جود مينتيند، وكلياته يعني كل حاجه في مكانها، وكل حاجه مترتبه، وكله بجنن. ميرسي جدا ليكي، واتمنى لك إقامة سعيدة في مصر دايما.
شوف قد ايه بحبك. وبيسعدنا يكون معانا دكتور محمد فاروق. دكتور محمد فاروق اهلا بيك معانا وكل سنه وحضرتك طيب. حضرتك طيبة وصحة وسعادة وكل المصريين وكل مصر والعالم العربي بخير وبصحة يا فندم. عيد حب سعيد. على حضرتك وعلى مصر والوطن العربي وكلنا يا رب إن شاء الله. الاوبرا المصريه بتمثل لك ايه؟ والله الأوبرا المصرية بتمثل لي التراث والعراقة والأناقة والفن المحترم القديم اللي نتمنى إنه يرجع تاني بإذن الله إن شاء الله. ان شاء الله. قول لي الحب بالنسبه لك بيمثل ايه؟ والله يا فندم الحب دي حاجة جسامية جدا، وربنا أوجده وقال جعل بينهم مودة ورحمة، ومودة بتساوي الحب. ونزار قباني قال إن لم نجده على الأرض لاخترعناه. فالحب كل حاجة، الحب بين الزوج وزوجته، وبين الأب وأبنائه، وبين الإنسان ووطنه، ده حاجة عظيمة جدا يعني. الاصوات الجميله اللي احنا بنستمتع بيها دايما من خلال دار الاوبرا المصريه، ايه احب الاصوات الى قلبك وايه الحفلات اللي انت بتحب او تسعد دايما بوجودك فيها من خلال دار الاوبرا؟ بقول لحضرتك أنا بحب جدا طبعا حفلات المبدع عمر خيرت، وبتابعه باستمرار أنا والمدام، وكمان الفنان طبعا مدحت صالح، الفنان علي الحجار. الناس الأصوات اللي بتحسسنا بالأصالة وبقيمة الفن المصري وبقيمة الرقي والتقدم والازدهار. فدي حاجة يعني بتبقى ده طبعا في الجيل الحديث. الجيل القديم طبعا احنا النهارده بصدد ان احنا نحن الرسوميات. فطبعا الست يعني ست الغناء العربي، سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم وقصائدها الممتازة، وازاي احيت التراث العربي القديم الجميل، خلت الشعب العادي يغني قصائد يعني، وقصائدها كتير يعني. مش عايز يعني مثلا انا مش متذكر حاجه دلوقتي، بس غدا القاك واخده بال حضرتك. كل ما غنت ام كلثوم هو للحب، فبالتالي هي انا بعتقد ان ام كلثوم هي ايقونه الحب فعلا في مصر. بالظبط. وكل الاغاني الجميله اللي احنا استمتعنا بيها في زمن الفن الجميل هو ده الحب الاصيل. وطبعا انا بشكر سيادتك على وجودك معنا النهارده من خلال حلقتنا. كل عام وانتم بخير، وعيد حب وهابي فالنتاين زي ما بيقولوا على كل العالم العربي وعلى مصر وعلى كل المصريين. وان شاء الله السنه دي تبقى احسن من السنه اللي فاتت، والسنه الجايه تبقى احسن من اللي بعديها وهكذا، وان شاء الله خير عليكم.
ومن شيلي جم عشان يستمتعوا بعيد الحب في مصر. I want to know your names first. Well, my name is Noelia. أنا اسمي كوتي. Gloria. Happy Valentine first. We are celebrating Valentine today. Now tell me, you are from Chile. Why are you here in Egypt today? We are for the music and we are for the culture in Egypt, and we are very, very happy of the people and how For tourism moment. it's a tourism moment, but a turismo is study moment with Maria Jose. She's my teacher, and now we are learning about music and about culture in Egypt. So it's very, Studying about music. yes, here like Egyptian music or the Egyptian music is in Chile for us is very attractive. It's very different, and it generates something in our feelings. So that is the reason why we are here. طبعا في البداية أنا سألتهم عن سبب وجودهم في مصر وهنتهم طبعا بعيد الحب، فقالت لي إنهم بيدرسوا الموسيقى المصرية وإنهم هنا بيستمتعوا بالحضارة وبيستمتعوا بالأماكن المختلفة وبالموسيقى كمان. I want to know about your information about the Egyptian music. For the information is in here and a book. Many books for Kulthum, for Muhammad Abdel Wahab, and other compositors. Yes. سألتها عن معلوماتها، قالت لي أنا لقيت كتب كتير عن أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، وطبعا هي مستمتعة بده لأن هي بتدرس الموسيقى المصرية هنا. And what about you? Studying about the Egyptian music too? Yes, too. I like. Why do you choose Egyptian music? What? I like too much the music. The singer is the passion, the melodies, the instrument is different than my country, and is very interesting. سألتها ليه اختارت انها تدرس الموسيقى المصرية بالتحديد، قالت لي لانها مختلفة عن الموسيقى اللي عندنا في بلدنا، فيها مشاعر عالية جدا ومختلفة وجميلة جدا، فانا بستمتع بيها ويهمني ان انا ادرسها. What are the places you've been to here in Egypt? I didn't understand the question. The places you've been to here in Egypt. We now in Cairo, Giza. We are going to Luxor in 3 hours. Luxor, You like and we are searching for other places, Alexandria, for example, and we are going to. Aswan. Yes, she is the fifth time she's in Egypt. wow, fifth time. What are the places you've liked more? Luxor is very quiet, but Cairo is all days concert and the music. I love Cairo. طبعا سألتهم عن الأماكن اللي هم هيزوروها في مصر، قالت إنهم دلوقتي في القاهرة وناويين يزوروا الأقصر وأسوان، وناويين كمان يروحوا للعديد من المحافظات. Where else؟ الأقصر، أسوان، سيوة والاسكندريه وسيوه، وطبعا العديد من الاماكن السياحيه. I hope you are going to enjoy every moment, and once more happy Valentine for all of you, and I hope you are going to enjoy every moment here in Egypt. Thank you very much.
لما الملام والكلام يا حلو لا ندلك، لما الملام والكلام يا حلو لا ندلك، وإن كان غرامك هلاك راضي وبتدلك. واللي حرمني منام الليل والدلة، واللي حرمني منام الليل منام الليل منام الليل. لو قالوا مهرة نجوم الليل أنا راضي، لو قالوا مهرة نجوم الليل نجوم الليل أنا راضي. يا غالي عني يا غالي عندي، يا غالي عندي وعند الناس، يا غالي عندي وعند الناس وعندك. جميل واسمر مطر شغل قلبي بكم نظرة تقول سكر من السكر، تقول سكر من السكر. جميل واسمر وطبعه عليه اقرب له يروح لي بعيد. جميل اسمر وطبعه عليه اقرب له يروح لي بعيد. ووعدني وملوش مواعيد، ويوم ما يجيلي يتأخر تقول سكر من السكر، تقول سكر من السكر. جميل واسمر جميل واسمر بيتمطر شغل قلبي بكم نظرة تقول سكر من السكر، تقول سكر من السكر. جميل واسمر لكن قاسي بيسقيني مرار كاسي. جميل اسمر لكن قاسي بيسقيني مرار كاسي. ولا بيرحم ولا يواسي ولا بيعذر ولا يقدر. تقول سكر من السكر، تقول سكر من السكر. جميل واسمر بيتمطر شغل قلبي بكم نظرة تقول سكر من السكر، تقول سكر
عيني وتكحلها، ولما بشوفها بتعلها، تخلي العقل يتحير، تقول سكر، مين السكر، تقول سكر، مين السكر، جميل أسمر، بيت مخضر، شغل قلبي بكم نظرة، تقول سكر، مين السكر، 200 مرة تقول سكر، مين السكر، 200 مرة. أحبائنا المشاهدين، في نهاية لقائنا بشكركم، أتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بحفل اليوم، وإن شاء الله نتقابل في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة وبرنامجنا أوبرا القاهرة.